بيبدأ الجزء التاني مع دريك ابن الرومانسية اللي يطلب من أليس تقع في حبه من غير حدود ويوعدها ان هو كمان هيقع في حبها. اما بقى بالنسبة لآيا فتفضل مستمرة في انها ترفض كنيت رغم انها بدأت تعجب بيه، فهو يقول لها طالما مش عايزاني للدرجة دي يبقى مفيش امل. ولما يقوم من جنبها يختار اول بنت يقابلها ويطلب منها تبقى حبيبته، فالبنت توافق عليه بسرعة ومن غير تفكير. فآيا هنا تقول له اه يا واطي، بقى بتستسلم بالسرعة دي وتناديه وتقول له انت يا حمار، بقى بتخن على طول كده بعد ما وافقت. فكنيت يقول لها لا عيدي اللي قلتيه، وافقتي امتى؟ فتقول له دلوقتي. فكنيت يقول للبنت اللي جنبه طب ما عطلكيش انتي بقى، ويجري على آية يقعد جنبها وهو فرحان ويكتب تاريخ ارتباطهم في مذكراته. بينما كاي لما تلاقي شين استغنى عنها تقرر ترجعه ليها تاني وتفضل تتلزق فيه، فهو زي الغبي يحن لها بسرعة. بعد فترة ستيف وكاترين يرجعوا من شهر عسلهم، فدريك ما يكونش طايق قعدة كاترين معاهم في البيت فيديها الوش الخشب. فهي لما تروح له وتحاول تصلح العلاقات بينهم يطلب منها تنسى انها تاخد مكان مامته، ويلاحظ ان ابوه معدي من جنب باب اوضته. فدريك يغير كلامه ويقول لها انه مجروح لانه صدقها وافتكرها بتحبه فعلا، لكنها طلعت في الاخر بتستغله عشان توصل لابوه. فستيف لما يسمع الكلام ده ينهار ويدخل لهم يسأل كاترين إذا كان كلام ابنه ده صح. فهي لما تطلب منه فرصة تفهمه ستيف ما يقدرش يفكر ويقرر يطردها بره، لكن كاترينا توقفه وتقوله إنها حامل. فستيف يتصدم وما يصدقش إن هو أبو الطفل، ولما يخرج كاترين تجري وراه عشان تفهمه. تاني يوم آيا تروح لأليس البيت وتقول لها يلا نروح نسلم على العم ستيف وبالمرة نشوف جايب لنا هدايا ايه. فلما يروحوا ما يلاقوش ولا ستيف ولا كاترين، ودريك لما يعرف ان هم تحت يبعت لأليس ورقة مع الشغالة ويطلب منها تمشي، فأليس ما تسألش فيه وتطلع له. ولما تفضل تسأله ماله ياخدها ويخرجوا ويسألها لو حكى لها حاجة وحشة عنه هل هتكرهه؟ فهي تقول له حتى لو كرهتك اوعدك اني هفضل جنبك. فيقول لها كاترين حامل ومش عارف الطفل اللي في بطنها ده هيبقى اخوه ولا ابنه. فأليس تتجمد في مكانها وتفضل تعيط على نفسها وعلى ابوه اللي اتخدع من اقرب الناس ليه. فلما دريك يسألها عن مشاعرها الوقت ناحيته فتقول له للاسف انا لسه بحبك، ما انا مش كمبيوتر سهل عليا احذفك من حياتي. فدريك لما يسمع كلامها يفرح ويعرفها انه كان بيهزر معاها ويفضل يضحك عليها. ولما أليس تهدى تبارك له انه هيكون عنده اخ، ولما يقول لها انه مش عايز ده تفهمه انه بمرور الوقت هيغير رأيه. تاني يوم دريك يحلم بمامته ويكون بيترجاها ما تبعدش تاني عنه، فوالدته تطلب منه يتخطاها ويعيش حياته هو وباباه. ولما تمشي دريك يفضل ينادي عليها ويعيط لحد ما يصحى من نومه مخضوض. في الوقت ده ستيف يرجع على البيت ولما يلاقي كاترين في وشه ينادي على دريك ويطلب منهم يعرفوه كل الحقيقة. فكاترينا تقسم له انه ما فيش حاجة بينهم وان اللي في بطنها ابنه هو. في الوقت ده أليس توصل وستيف ما يكونش عايز يصدق كلام كاترين غير لما يسمع من ابنه، فدريك يأكد كلامها ويعرفه ان أليس اول واحدة في حياته وانه مقربش من اي حد تاني غيرها. فلما ابوه يسأله ما اعترفتش بده ليه من زمان يقوله عشان بيكرهها لانه استبدلها بمامته. فستيف يتعصب عليه ويقرر ان دريك يطلع من البيت ويبقى في بيت لوحده. فأليس تدخل وتطلب منه ما يعملش كده لان امتحاناتهم بعد اسبوعين وده ممكن يأثر عليه، ودريك ما يهتمش بقراره ده ويطلع لأوضته. اما أليس ترجع تحاول تتكلم مع ستيف فستيف يوقفها ويقول لها اللي هيعمله ده لمصلحة الكل، ويروح لكاترينا بعد ما يحس بالذنب انه ظلمها. فكاترينا تقول له انها كانت بتحاول تقرب من دريك وده لانها عارفة بمكانة مامته عنده وما كانتش حابة انه يتأثر بجوازهم. فستيف يصالحها ويطلب منها تلبس عشان يروحوا يطمنوا على حملها. وأليس لما تطلع لدريك يقول لها بما انك بقى بتحبيني اخدميني شوية وحضري لي شنطتي عشان امشي. فهي تفرح قوي وتحس وهي بتلم له حاجاته كده انها عايشة دور الزوجة ليه. في نفس الوقت على الجنب التاني كينيت يكون عند آية في البيت وقاعد يذاكر لها ويحاول يضغط عليها في المذاكرة عشان يخليها تنجح وتتنقل معاه للكلية اللي هو هيتنقل عليها، ولكن آية تكون أغبى من الحمار وتتعبوا معاها، بينما مامتها تفضل تراقبهم من بعيد وما تكونش مهتمة ولا النجاح ولا لسقوط بنتها، ويكون كل اللي هممها إن بنتها أخيرا لقت العريس وكمان عريس طويل وأمور. ونرجع لدريك وأليس اللي يبقوا في الطريق لبيت دريك الجديد، وهنا أليس تسأله هل فعلا كلامه حقيقي وما حصلش حاجة بينه وبين كاترينا. فلما دريك ما يردش عليها تقول له انها شافته بيقرب منها، حتى ايا شافتكم ماسكين ايد بعض. فدريك ينكر ويعرفها انه في كل مرة كان بيحاول يقرب منها ويوقعها في حبه كاترين كانت بتبعده، ويقول لها انه متأكد من انها بتحب باباه. بعد شوية يوصلوا لشقته وأليس تعجب بيها جدا ولكنها في نفس الوقت تزعل لانها بعيدة عن بيتها وبكده هتشوفه اقل من الاول. شوية يدخل عليهم واحد ويسأله على الرقم اللي حابب يستخدمه باسورد لبيته، فدريك يقول له خليه
فيه 31/11. فأليس ما تفهمش ليه الرقم ده بالذات، فيستغباها ويفكرها ان ده تاريخ ذكراهم الشهرية 31/11، ويسأل نفسه ازاي ارتبط بيها. فأليس ما تزعلش منه عشان اتعودت عليه وان دي شخصيته، وما يبقاش دريك لو ما اتكلمش كده. في نفس الوقت ده يظهر الواد المصور، واخيرا نعرف ان اسمه تريب، ويطلع بقى انه ابن عم دريك، وابوه دائما وابدا بيقارنوا بيه، وانه ليه مش زيه متفوق في الدراسة، ويكون مش حابب ان ابنه الوحيد ملهي في التصوير، ويكون عايزه يدرس إدارة أعمال عشان يمسك شغله المستقبلي زي ما دريك هيمسك شغل أبوه. بعد أسبوعين تبدأ الامتحانات، ويكون الكل مركز في إنه يحل كويس عشان يجيبوا درجات عالية ويدخلوا جامعة سانت كوليت، لكن يبان على أليس إنها لسه حمار ومش عارفة تحل حاجة، بينما آية تحاول تفتكر أي حاجة من اللي كنيت كان بيدرسها لها، والامتحانات تخلص وبعدها على طول النتيجة تظهر، فكنيت ينجح ويتقبل كمان في جامعة سانت كوليت. ولما يجري على بيت آية عشان يسألها عملت إيه، تقوله إنه ما وصلهاش جواب بالنتيجة وإنها ممكن تكون سقطت كالعادة، فكنيت يزعل جدا ويقول لها إنه مش هيقدر يبعد عنها. فهي لما تطلب منه يتنازل عن جامعته ويجي معاها على الجامعة اللي اتقبلت فيها، هو يوافق على طول ويقول لها إنه لازم يفكر في خطة تساعده على إنه يقنع أهله بجامعة تانية. فهي هنا تتأثر إن كنيت رغم تفوقه عنده استعداد يتخلى عن جامعة أحلامه ويدخل جامعة عادية علشانها، ويطلع إنها كل ده بتكذب عليه عشان تختبره وتعطيه جواب نجاحها وتعرفه إنها اتقبلت هي كمان في جامعة سانت كوليت. فكنيت يفرح جدا ويفضل يجري وراها ويحضنها، فمامتها تكون بتراقبهم من بعيد وتكون طايرة من الفرح لبنتها. بينما أليس بنتنا بقى الجواب يوصل لأهلها وما شاء الله عليها تطلع حمارة كبيرة وتنجح بمجموع زي الزفت على دماغها، فما تتقبلش في جامعة سانت كوليت، ومامتها تتعصب جامد عليها وتعرفها ان من النهارده ملهاش قاعدة في الفلبين، وانها قررت تسفرها على امريكا تدرس هناك جنب اخوها. فأليس تعرفها انها مش عايزة تسافر وتقسم لها انها حاولت تذاكر كتير، ولكن الامتحانات برضو كانت بالنسبة لها صعبة. فمامتها تعرفها ان آية اتقبلت في سانت كوليت، وده معناه انه ما كانش صعب خالص. فأليس تستغرب آية عملتها ازاي وتبدأ تعيط وتعتذر لمامتها وتترجاها ما تسفرهاش. فلما مامتها تزعل عليها تسألها هتدرس ايه هنا، فأليس تعرفها انها بتحب الطبخ جدا ونفسها تدرس فنون الطهي. فمامتها توافق على عدم سفرها، ولكن تشترط عليها تتفوق في اول ترم وتحذرها انها لو رجعت فشلت هتلغي تقديمها هنا وترجع تقدم لها في امريكا. اما ستيف يروح لدريك ويكون معاه ظرفين ويطلب منه يختار واحد منهم، فلما دريك يختار يلاقي صورة سونار لجنين، وستيف يعرفه ان كاترينا حامل في الشهر التاني، فدريك يبطل يكون زعلان من الموضوع ده وما يهتمش. ولما ابوه يفتح الظرف التاني يعرفه انه اتقبل في مدرسة سانت كوليت، ويقوله انه كان متوقع نجاحه ده عشان كده اشترى له عربية ويعطيه المفتاح ويمشي. واخيرا تيجي سنة التخرج بعد سنة كاملة لأليس اللي كانت بتحب شين، بس اتعلمت تتخطى مشاعرها وارتبطت بدريك غريب الاطوار اللي كان اغواءه مهمة مستحيلة لمهمة منجزة. ورغم زعلها انها مش هتبقى مع صحابها وحبيبها دريك، الا انها تحقق حلمها وتجري ورا شغفها للطبخ. اما بقى بالنسبة لتريب، هو كمان ما يدخلش جامعة سانت كوليت ورغم انه كان بيتمنى يدخل كلية احلامه وهي الفنون، الا ان باباه يجبره ويدخله ادارة اعمال. وفي اول يوم دراسة ليه كده يتفاجئ ان أليس معاه، ويفتكر كل مرة يحاول يكلمها لكنه ما عرفش، ويحس انها محتاسة ومش عارفة حاجة في الكلية، فيقرر يستغل الفرصة ويروح يعرض عليها المساعدة. فأليس ما تكونش فاكراه ولا فاكرة انها شافته قبل كده، وهو كمان ما يحاولش يفكرها بيه. ولما يعرف منها انها مش عارفة تجيب جدول محاضراتها يقول لها بس كده لا ده انت تجيبي ايميلك وانا هظبط لك كل حاجة. فهي تقول له يبارك لك يا برو، ده انت طيب قوي. تاني يوم الصبح وهي رايحة الكلية دريك يكون بيوصلها، فهي تفضل ماسكة في ايده ومش عايزة تسيبه، وتفضل تقول له يا ريتني ذاكرت وفضلت معاك. فدريك يقول لها لا خلصي هنتأخر. فهي تسيب ايده وتفضل تدعي انها تتعرف على حد ويبقى ليها اصحاب. ولما تصعب على دريك ينادلها ويقول لها غبيتي ربنا يوفقك. ففراشات بطنها تطير وتفرح قوي. ولما تدخل الكلية وتقابل تريب الندلة تنساه حتى بعد ما بعت لها جدول محاضراتها، فهو يزعل جدا ويقول لها لحقتي تنسيني من امبارح. فهي تفتكر وتفضل تعتذر له وتكون خايفة تخسر اول صديقة اتعرفت عليه في الكلية، فهو يسامحها ويرجع يهزر معاها. اما بقى في جامعة دريك فكان في بنت حربوقة اسمها شايرة رايحة جاية بتلف عليه وتروح له كمان لحد بيته، وفي الجامعة تعمل نفسها رجلها اتلوت عشان يشيلها. فدريك عشان قلبه كبير يخاف لا تكون اتكسرت فيشيلها فعلا وياخدها على دكتورة الجامعة. فمن يشوفه بقى ايوه
آية وكنيت وكمان شين. فآية تغير جدا على حبيب صاحبتها، فتبعت لأليس رسالة تقول لها فيها إن حبيبها هنا قاعد يتعاكس من اللي يسوى ومن اللي ما يسواش، وتوعد نفسها إنها هتدمر أي حد يقرب من دريك، وإنها تحمي حبيب صاحبتها الوحيدة. وشايرة تفضل تتمسكن لدريك عشان تخليه يوصلها، فهو يضطر يوافق، ويبان إن شايرة عايشة لوحدها في نفس المبنى اللي دريك عايش فيه، وكمان في نفس الدور. ونروح لأليس اللي تكون في الوقت ده بتتهزق من شلة بنات متنمرة في الجامعة نسوا يتربوا قبل ما ينزلوا من بيتهم، بيغرقوها بالقهوة ويبهدلوها من أولها لآخرها. فأليس تقعد في مكان لوحدها كده وتفضل تعيط، فتريب يجيلها ويزعل عليها جدا ويفضل يهديها، ويقترح عليها إنه ياخدها على الموتوسيكل بتاعه عشان تروح تشتري هدوم. فهي ما توافق، يظهر ان دريك كان جاي لها عشان يشوفها، ولما يلاقيها رايحه مع تريب يتضايق، ولكنه ما يروحش وراها ولا يمنعها، وهي كمان ما تشوفوش وتركب مع تريب، وتفضل تصرخ طول الطريق. واول ما تنزل من وراه تسجد سجدة شكر لله انها ما ماتتش، وتبقى متضايقه من تريب فتمشي وتسيبه، لكنه يلحقها بسرعه ويفضل معاها لحد ما تشتري هدوم تانية. ولكن لما تخلص تحلف يمين 3 ما راكبه الموتوسيكل معاها تاني. ولما توقف تاكسي وتبص في موبايلها تشوف رساله آية ليها، فتخاف ان حد يخطف دريك منها، فتجري على جامعته بسرعه عشان تطمن عليه، وهو يكون متعصب منها، ولكن ينسى لها كل حاجه لما يشوف ابتسامتها وحبها ليه. فهي تفتكر ان عندها محاضره دلوقتي، فتضطر تودعه وترجع على كليتها. لكن في اخر اليوم الدراسي دريك يروح ياخدها، فهي تكون فرحانه جدا وتفضل تحكي له طول الطريق هي عملت ايه بالتفصيل. ولما يروحوا يشتروا حاجات ويروحوا على بيت دريك يلاقوا شايره ومصنع البيكمي في العالم وقفلهم، وبتسال دريك مين دي، وهي بتقول له يا بيبي. فأليس هنا بيبي الشحت ده كله، وبتقوله له بيبي، ودريك يسيبهم هما الاتنين ياكلوا في بعض ويقف ساكت وعامل نفسه عبيط. فشايرة تقول له بيبي مش قادرة اتنيل اروح شقتي، تعالى شيلني ووديني. فلما دريك ينفض لها شايرة تعمل نفسها وقعت تاني، فدريك ابو نفس القلب الكبير يشيلها قدام عيون بنتنا وياخدها لشقتها. فأليس هنا تكون هتتجنن، وتتجنن اكتر لما تلاقي زفتة الطين دي قاعدة معاه في نفس العمارة. فكبرياء هينقح عليها وتقرر تمشي من غير ما تقول لدريك او تستناه حتى. ولما تتمشى كده وهي حزينة تلاقي تريب قاعد على كافيه وينادي عليها، فتروح تقعد معاه. ولما يسألها مالها تعرفوا انها متخانقة مع حبيبها بسبب واحدة بيكمي بتقول ان رجلها اتلوت وهو شالها. فتريب يحاول يدافع عن دريك قدامها عشان ما يشوفهاش زعلانة. لما ما تقتنعش تودعه وتقوم عشان تمشي، فهو يقوم لها ويقول لها عايزة تروحي لوحدك ليه، هو انا شجرة ورايا على الموتوسيكل. فهي تتردد شوية بسبب اللي عمله معاها الصبح، لكنها تقرر تجرب حظها معاه للمرة التانية. وتريب هنا يكون مصمم انه يظهر كل الاسلحة الجذابة بتاعته مرة واحدة عشان يأثر فيها وقلبها يمله. واول ما يمشي وهي تدخل البيت أليس تلاقي دريك جاي وراها متعصب ويسألها مين اللي سمح لها تسيب الشقة بتاعته وكمان تمشي من غير ما تقوله. فهي تتخانق معاه خناقة 2 مخطوبين وتقول له مين اللي بيتكلم، دكتور دريك اخصائي العلاج الطبيعي اللي شغال مدلكات للبنات البيكمي، لا وكمان بتقولك يا بيبي. فدريك يفرح قوي ويقول لها الله بتغير يا جميل ولا ايه. فهي تقول له فشر، اغير من مين، انا لا اراها يا نن عيني. ولما تبعدوا عن طريقها كده عشان تدخل يوقفها ويقول لها اهدي بقى، كمان انا ما بعرفش ابرر موقفي لحد. بتقول له وانا افهم بقى ازاي وانت مش بتقول حاجه. فعارفه ان هي حبيبته، لكن البت شيرة دي ولا حاجه في حياته. فأليس تكون جايبه اخرها وتقول له انت دايما بتقول لي اني حبيبتك ولكن انا مش حاسه بده. فدريك ابن الرومانسيه يبوس راسها ويحضنها عشان تهدى ويعتذر لها ويقول لها انها لما وقعت حاول يبقى جنتلمان ولطيف زي ما هي عايزه. فهي تقول له وبتقول عليا انا اللي غبيه، ده انت اغبى مني، انا عايزاك جنتلمان معايا انا وبس مش مع غيري. فهو يصالحها ويوعدها انه مش هيكرر غلطه ده تاني. تاني يوم أليس تروح لدريك شقته فتلاقي شيرة قدامها وتسألها بتعمل ايه هنا. فأليس تعرفها بانها حبيبة دريك، وشيرة تستهزأ بكلامها وتقول لها ان زيها زي كتير معجبين بدريك وموهومين بيه. فدريك يفتح الباب ويسأل أليس بتعملي ايه هنا. فأليس تفكره بالديت اللي عندهم، فدريك ياخدها ويدخلوا. فأليس ترجع لشيرة وتقول لها ما طلعتش موهومة يا بيضة، وتدخل وتقفل الباب في وشها. لما دريك يلبس وتجهز يمسك ايد أليس علشان يخرجوا، ولكن شيرة الله ينكد عليها تروح وراهم وتوقفهم وتطلب منهم تروح معاهم. فأليس تستغرب بجاحتها، ولما ما يردوش عليها
تقول لهم الصمت يعني الرضا. ولما تجري على عربية دريك، أليس تجري هي كمان وتروح تركب قدام جنبه بسرعة قبل ما شيرا تاخد مكانها. فدريك يتعصب ولكنه يطلب من شيرا بكل هدوء تنزل تشيك له على عجل العربية. فهنا أليس لسه هتزعل انه طلب من شيرا المساعدة وما طلبش منها، تلاقي دريك بيجري بالعربية وبيسيب شيرا وراه. فأليس لما تسأله عمل كده ليه، يقول لها لانه مش هيستحمل يشوفها زعلانة منه تاني. فأليس تفرح جدا وتقول له والله انت اللي حبيبي، وياخدها ويروحوا يتغدوا وبعدها يروحوا على الملاهي عشان يبسطها. فرغم كل ده يكون باين على دريك ان مفيش عنده ب2 جنيه حماس، وما يكونش عايز يعمل اي حاجة غير انه ينام او يذاكر كعادته. ولكن لما يلاقيها فرحانة كده يبقى هو كمان فرحان جدا وهيطير من الفرح. تاني يوم أليس تلاقي تريب طبب عليها في البيت ويكون عايزة تيجي معاه على معرض لوحات. هي كرد جميل انه وصلها مرتين توافق، ولكنها تكون مقلقة من ناحيته كده حبتين لانها حاسة بيقرب منها رغم انها قالت له بانها مرتبطة، ورغم كده تروح معاه وخلاص. في نفس الوقت ده دريك يكون في السوبر ماركت ويقابل اغدت واحدة في الحياة الا وهي شيرا، وتقول له بقى كده يا بيبي تسيبني امبارح، عملت فيا كده ليه؟ فدريك يقول لها عشان كنت مع حبيبتي. فشيرا تقول له لا اوعى تقول قدامي حبيبتي دي تاني، انا مستنياك من وانا في الحضانه وقلت وربي ما اتجوز غيرك. تقوم عايز تبيعني لما كبرت، وتفضل تعيط له وتترجى ما يظلمهاش. فهو لما مردش عليها تقول له شفت بقى قلبك الحنين ده فيه جزء بيحبني وده مش هيخليني استسلم. في الوقت ده أليس هي وتريب يكونوا خارجين من المعرض، وأليس تتصدم لما تلاقي دريك قدامها وجنبه العقرب شيرا، لا والسفله تكون قاعده تحضن فيه كمان، ودريك الواطي بدل ما بعدها يكون واقف ثابت ومش مدي اي تأثير بالاعتراض على اللي بيحصل. فأليس قلبها يتكسر جدا وعينيها تتملى دموع. فتريب ابن المحترمين قلبه يتكسر لما يشوف دموعها وياخدها يقعدها ويهديها ويقول لها فضفضي يا اختي فضفضي. تقول له وهي بتنف في منديله اقول لك بس ايه، هو انت ضربك ده العمى يعني وما شفتش الاحضان دي كلها، وانا اللي المفروض حبيبته ما حضناش بعد حضن واحد يوحد ربنا؟ لا وكمان طلع حيوان وما صدهاش، وتقول له انها المفروض كأي بنت تروح تتخانق معاه وتسأله هو بيعمل كده ليه فيها، ولكن مش هتعرف ده لان دريك دايما محسسها ان علاقتهم مش جدية وانه مش من حقها. فتريب ما يكونش عارف يقول لها ايه عشان يهديها، فيحاول يهزر معاها عشان يضحكها على قد ما يقدر، ورغم كده يكون من جواها متعصب جدا من دريك لانه مش مقدرها، رغم انه في نفس الوقت بيتمنى بس انها تعجب بيه حتى لو صح. ويقول لأليس ان فترة معرفتهم ببعض ما عدتش الاسبوع، ورغم كده شافها بتعيط مرتين بسبب نفس الشخص، ويقول لها ان لو هو اللي كان مكانه عمره ما كان هيخليها تعيط ابدا. فأليس تتصدم من كلامه وتقوم تمشي، فتريب يقوم يروح وراها. تاني يوم أليس تروح على بيت دريك وتفضل تنده عليه، ولكنها هنا تتصدم صدمة عمرها لما تلاقي شيرا الحربوقة خارجة من أوضة نومه وبتعيط، والسافل الحقير خارج وراها بيواسيها. فشيرا تحضنه وترجعه الأوضة تاني. فهنا احنا وأليس نجيب آخرنا من دريك خلاص ونقرر ان هي تسيبه وتبعد عنه نهائيا. وطبعا اللحظات اللي زي دي الواحدة بتحتاج حضن حنين يواسيها، وطبعا مفيش احسن ولا احن دلوقتي من حضن تريب. ولما تنهار تاني وتفضل تعيط قدامه، تريب يقول لها بقولك ايه، انا قلت ان هصبر واتحمل على دموعك دي 5 مرات بس، فانت دلوقتي عيطتي قدامي 3 مرات، طب كده فاضل مرتين وهاخد انا مكان دريك في حياتك. ويفضل يهزر معاها عشان يرجع ابتسامتها على وشها. ومن هنا يعدي اسبوعين على أليس ولا تقرب ولا تشوف ولا حتى تكلم دريك، واللي يكون ملازمها دايما في الفترة دي هو تريب، ويفضل يحاول يحببها في الكلية ويخرجها ويدلعها وكمان يوديها الملاهي عشان يفرفشها. فهناك واحد صاحبه يشوفه فيندهله باسمه الكامل اللي مخبيه على أليس ويقول له يا تريب بالما. فأليس لما تسمع اسمه تتخض وتسأله هو بيناديه كده ليه، فهو يقول لها بصراحة انا كنت عايزة اقولك من زمان بس خفت تبعدي عني، ويعترف لها بانه ابن عم دريك. فلسه أليس هتزعل منه، يقول لها بالله انا مش زيه خالص، انا اولا بضحك وبتكلم ومخلص، ها اتك على مخلص دي زائد بقى اني هقف في صفك دايما واول ما هتحتاجيني هتلاقيني. فأليس تقول له طب احسن لك بقى تفضل على قرارك ده. وهنا تريب ياخدها ويلعبها ويأكلها ويشربها ويفسحها، واثناء ما يكونوا بيتمشوا كده يتقابلوا مع اصحاب أليس. فأليس تاخد آية ويفضلوا يحكوا لبعض كل الحاجات اللي حصلت معاهم الفترة اللي فاتت ويواسوا بعض. وآية لما تمشي أليس تلاقي رقم غريب بيرن عليها، ولما ترد تلاقي دريك ويكون قاعد هو كمان في الملاهي ويطلب منها تيجي تقعد جنبه. فلما أليس تروح له تسأله رقمها معاه من امتى، فلما يقول لها من شهر تسأله ليه ما رنش عليها ولا مرة، فيقول لها ما لقاش سبب. فأليس تحس بوجع من كلامه
وتبدأ تعيط معاه وتقوله انها تعبت من تجاهله ليها وكأنها مش موجودة. فدريك يقول لها انا اسف والله ما كنتش اعرف انك بتحسي بكل ده. فهي تقول له ما دي مشكلتك، انت مش عارف ولا بتهتم تعرف اي حاجة عني، وتطلب منه ينفصل عنها. فدريك يقول لها قرار الانفصال ده قرار متبادل، فلو عايزة تنفصلي عني فانا بقى مش عايزة انفصل، ويقوم يسيبها ويمشي. فأليس ترجع تعيط ودريك على الجنب التاني يبقى واقف مستغرب نفسه ازاي هو حبيب وحش كده، ويطلع من جيبه ميدالية على شكل فراولة، ويبان انه كان بيراقب أليس من بداية اليوم، وشافها كانت عايزة تكسب الميدالية دي لما كانت مع تريب. ولما يقرر يعتذر لها يلاقيها قامت مشت وتريب ماشي وراها، فيتعصب ويرمي الميدالية ويمشي. وأليس لما تقف وترجع تعيط يجي لها رسالة من تريب ويفكرها ان المرة دي هي المرة الرابعة ليها، وفضل لها كده مرة واحدة بس وهيخليها حبيبته. وأليس تفضل تفكر طول الليل في دريك وهل هتقدر تنفصل عنه ولا لا. ولما تحس انها بتحبه جدا وان من جواها فعلا مش هتقدر تنفصل عنه، تقرر تتصل عليه تعرفه بقرارها الاخير، وتكون عايزة تكلمه برضه عن الحاجات اللي هي بتكرهها فيه عشان يحاول يغيرها ويصلحوا علاقتهم. ولكن لما تتصل بيه يبان انه نايم. مين بقى اللي يرد عليها فعلا؟ حربقة الحرابيق شيرة اللي تسألها عايزة ايه وتعرفها ان دريك نايم ومش هتصحيه عشانها. فأليس تقول لها لا بقى ده كده كتير كده كتير قوي فعلا، وتقرر تاني ان دي اخر حاجة لدريك معاها، وانها من بعد النهارده هتشوف نفسها وجامعتها والرجاله اللي في جامعتها ما هم برضو طول بعرض وحلاوه. تاني يوم دريك يروح لأليس على جامعتها فيلاقيها لازقه في تريب ابن عمه، لا وكمان يلاقي عمه هناك وبتعرف عليها. فدريك يهجم عليهم قبل ما يحددوا ميعاد الفرح ويشدها من ايديها ويمشي حتى من غير ما يعبر عمه. فأليس تقول له حد قالك انك شدت جاموسه؟ سيبني سيبني. فلما يقف يسألها بتعمل ايه معاه، وانا بسأل ليه ما هو باين اصلا. فأليس تفهم هو بيرمي على ايه وتقول له يا بجحتك يا شيخ انت بتتهمني بالخيانه؟ انا لو بخونك على كده فانت بقى كنت بتهبب ايه مع شيرة؟ ده انا شفتها في بيتك يا حيوان. فهو يقول لها على فكره انا ما قربتلهاش ويا ريت تثقي فيها شويه. فهي تقول له صعب لانها كل مره تسكت وتتحمل ومحدش غيرها بيتاذى، وتفكر انه بيفضل راميها اسبوع واتنين من غير ما يسال فيها. فلما دريك يبص لها كده بعيونه اللي ما تتقاومش دي تقول له ما تبصليش كده ورد عليا. فهو يشدها من ايديها ويقول لها تعالي معايا البيت وانا هصالحك بطريقتي. فهي تسيبه يركبها العربيه ولسه بتقول له اه اخرك تشدني كده زي الحماره، ولا بتصالح ولا بتتنايل على عينك. تلاقيه بيشد لها حزام الامان ويقوم بايسها على خدها. فأليس ما يعديش عليها ثانيه وتقوم ناسيه كل عصبيتها منه، فتفضل تقول لنفسها اثبتي يخرب بيتك ما تخليش موقفك يتهز. وتلاقيه بقى بياخدها على بيت اهله، وده لانهم عاملين حفله لم شمل العيله هناك. فأليس تتخض وتقول له انت جايبني بهدوم المدرسه المتبهدله دي عشان اشوف عيلتك كلها لاول مره؟ فيقول لها وايه يعني كل بنات اعمامي وعماتي قبيحين زيك كده يعني ما تقلقيه. فهي تتعصب عليه وترفض تروح معاه، ولكن دريك يطلع بيفهم ويكون جايب لها لبس معاه. ولما تدخل على الحفله تسلم على ستيف وكاترينا وتلاقي تريب هو كمان هناك بما انه يعني من عيله دريك وكده. وبالليل بعد ما الحفله تخلص أليس تروح تقعد جنب دريك وتكون لسه متعصبه منه ومش طايقاه، لكن رغم ده تكون عايزه برضه تفضل جنبه، وهو في نفس الوقت يكون متمسك بيها ومش عايزها تبعد عنه خالص. ويقول لها بعد ما ابويا اتجوز من كاترين كرهت كل حاجه وما حسيتش ان في حب حقيقي، وده لحد ما اقتحمتي حياتي وخلتيني احبك. ويعرفها انه في البدايه كان خايف من الحب ده، ولكن بسببها هي بس استسلم لمشاعره وساب قلبه كله ليها. ويقول لها انا عارف اني بضايقك كتير من غير ما اقصد، ولكن انا بحاول اتغير واغير طباعي لكن مش عارف. ويأكد لها ان مفيش حد غيرها في قلبه ويترجاها ما تسيبهوش. فهي تتأثر وتفرح جدا وتقوله انها مش محتاجة منه غير انه يطمنها انه بيحس ناحيتها نفس اللي هي بتحسه، وتقوله انه لو بيحب السكات قوي فكل اللي هي طالباه انه يقول كلمتين في اليوم وبعدها يكمل سكات عادي تاني. فهو يقول لها حاضر يا ستي اوعدك اني مش هفضل ساكت وهتغير عشانك. فهي لما تلاقي علاقتهم بقت تمام كده تقول له طب على فكره بقى انا عيد ميلادي قرب وعايزاك تبقى شريكي في الحفل. فيقول لها بس كده عيون يا ست، وهخلي الجرافته بتاعتي تبقى لون فستانك كمان ولكن بشرط واحد واللي هو انك ما تتكلميش مع تريب. فأليس تتضايق شويه عشان تريب هو الوحيد القريب منها في الجامعه، ولكن تحس ان كلام دريك صح، وده لانها طول الوقت بتحس بمشاعر تريب ليها، وبسبب انها مش هتقدر تبادله نفس الشعور فتشوف ان ده احسن حل عشان ما تجرحوش قدام.
وتشرط على دريك ان هو كمان ما يتكلمش مع شيرا. فدريك يقسم لها انها مجرد صديقة بالنسبة له لا اكتر ولا اقل، وبسبب انها محتاجاه مش هيقدر يسيبها. فأليس تقول له وانا كمان محتاجاك. فدريك يفرح ويقول لها ان هو كمان عايزها دايما جنبه، وبيتوجع لما يزعلوا من بعض ويفضلوا كده يتكلموا بالساعات ويحبوا في بعض. فأليس تروح على بيتها وهي طايرة من السعادة، ولكن قبل ما تحط راسها على المخدة وتنام تلاقي ابننا بيرن عليها ويقول لها بالفرنسي سالموفو، واللي معناها انت فقط. فأليس ما تفهمش هي دي شتيمة دي ولا ايه، ولكن تقول لنفسها والله ما افكر، المهم اني فرحان، وتحضن مخدتها واللي بقى عليها صورة دريك بدل ما كانت زمان عليها صورة شين. تاني يوم بقى في الجامعة أليس تحاول تتجنب تريب على قد ما تقدر عشان تنفذ وعدها لدريك وتحسن علاقتها معاه زي ما بتحلم، ولكن الحوار يبقى صعب جدا عليه، وده لانها ما تعرفش غيره في الجامعة وهو دايما اللي بيسليها، ده غير ان تريب دايما بيدور عليها وتلاقيه في وشها كل شوية. ولكن تريب لما يحس انها عايزة تبعد عنه يقرر يحترم رغبتها وما يقربش منها، ولكن انه في الاول يهديها سلسلة كان المفروض هيقدمها لها يوم عيد ميلادها ويقول لها كل سنة وانت طيبة يا أليس ويمشي ويسيبها. فهي تحس بذنب فظيع، تزعل جدا لان رغم الفترة القصيرة اللي بعدوا فيها عن بعض دي الا انها تحس بان كلامهم وهزارهم سوا وحشها جدا، وهو اللي كان مهون عليها قرف الجامعة. ولما تروح البيت تفرح لما تلاقي اخوها الصغير رجع من امريكا عشان يحتفل معاها بعيد ميلادها. وبعد ما يجي يوم عيد ميلاد أليس ال18 وطبعا اهلها يكونوا متأثرين قوي ان خلاص بنتهم بقت شحطة كبيرة، يكونوا مجهزين لها حفلة كبيرة في فندق ضخم بما انها بقت خلاص انسة محترمة مسؤولة عن تصرفاتها، والكل يحضر الحفلة من اول اهل أليس لحد اصحابها واصحاب اصحابها واصحاب اهلها كمان، وتكون الحفلة دي ناقصة اتنين الا وهم دريك وتريب. فمامة أليس تقول لها امال يا بنتي مين اللي هيبقى شريكك ويرقص معاكي في الحفلة؟ فتقول لها دريك يا ماما، ولما تفضل تبعت له رسايل عشان تشوفه هو فين يرد عليها برسالة ويعرفها انه في طريقه اهو وخلاص على وصول. فأليس تجري تخرج بره الحفلة عشان تستناه، فلما دريك يوصل وتشوف عربيته لسه هتفرح تلاقيه يقف للحظة ولكنه يرجع يمشي، فهي تتوتر جدا وتفضل تنده عليه وتفضل تسأل نفسها هو رايح فين كده، وان ما عادش وقت على تقديمها وعلى الرقصة بتاعتهم. فلما تفضل ترن عليه يرد عليها وتلاقيه واطي وبيعتذر لها انه خيب ظنها ومش هيعرف يرجع. فأليس تنهار وتحس انها غبية جدا لانها اديته فرصة ورا التانية رغم انه كل مرة كان بيغزلها وما تكونش عارفة تعمل ايه او تخش الحفلة ازاي وهي في حالتها دي، وتخاف لا تزعل مامتها عليها في يوم زي ده، وده لانها عارفة هي قد ايه متحمسة. وبعد تفكيرها لشوية تقرر تتصل على تريب يساعدها، وتكون شايفة قد ايه انها انسانة انانية بتصرفها ده، ولكن لما تريب يرد عليها تعتذر له الاول وتطلب منه يجي الحفلة حالا لان مفيش معاها شريك وعايزاه يبقى شريكها. فتريب يقول لها ان دي المره الخامسه اللي هيشوف فيها دموعها، وانه لو جه المره دي هيعتبر ان دي موافقه منها على انها تبقى حبيبته. فياريت تفكر كويس، فهي ما تعرفش ترد عليه بايه فتقفل المكالمه معاه، ويبان ان تريب اصلا كان مجهز البدله وواقف قدامها. وأليس تروح تقعد لوحدها وتفضل تعيط في اهم يوم بالنسبه لها لحد ما تجيلها منظمه الحفله وتقول لها انها لازم تدخل الحفله حالا، وده لانهم اتاخروا جدا في تقديم الرقصه وفتح البوفيه. فياريت تدخلي عشان المعازيم هياكلونا. فأليس تضطر تقوم وهي مش عارفه هتدخل تعمل ايه وهي لوحدها كده، لكن تلاقي منقذها الاول بيمسك ايديها ويقول لها ما قدرتش اقاوم صوتك ودموعك، ويأكد لها ان مجيته دي معناها انه مش هيبطل يغازلها لحد ما قلبها ده يميل ليه هو ويمحي دريك ويدخل معاها على الحفله ويرقص معاها ويساعدها في انها تخلي يومها يعدي من غير ما تتحرج قدام حد. ونعم الطرف التالت والله. واكتر حد بقى يحس بوجع أليس وزعلها رغم انها ما تتكلمش هو اخوها الصغير، ويسألها الحيوان حبيبها فين وانه ليه مش هو اللي شريكها. فأليس تهديه وتعرفه بانها تحكي له كل حاجه بعدين. نفس الوقت ده دريك يفضل يرن على أليس ولكنها تقرر تتجاهله وما تسألش فيه، لكنه يتصل على تريب ويطلب منه يخرج له. فلما تريب يروح له يلاقيه مجهز مكان كامل بالشموع، ويلاقي دريك بيشكره انه كان موجود النهارده مكانه ويطلب منه يساعده ويجيب له أليس. فلما تريب يرفض دريك يفضل يترجاه حتى باسم القرابه اللي بينهم، فتريب يوافق ويروح يجيب له أليس فعلا ويعرفها ان دريك هو اللي ظبط لها المكان كده عشانها، ويطلب منها تسمعه المره دي كمان، وانها لو قررت ترجع له او تنفصل عنه فهو في الحالتين هيقف مستنيها هنا. وأليس لما تروح تقابل دريك تلاقيه جاي من وراها بيحضنها وبيعتذر لها على تاخيره ويعرفها ان حصلت معاه حاجه طارئه واجبرته يمشي. فعيونها تتملى دموع وما تديش اي ردة فعل غير انها تبعده عنها وتقول له كفايه بقى، انا من النهارده مش عايزه اسمع منك ولا حجج ولا اعذار، وانها متاكده انه كل مره بيجرحها فيها بسبب انه عارف هي
قد ايه بتحبه، ولكنها كرهت الحب ده اللي مش بيجيلها من وراه غير التعب والوجع، وتقوله انها النهارده اخدت قرارها النهائي الا وهو انها تنفصل عنه نهائيا، وانها مش هتستسلم لقلبها مره تانية. فدريك يتصدم ويحضنها ويترجاها ما تسيبهوش وما توجعوش، لكنها تفضل على قرارها وتسيبه من غير ما تسمع اي كلام ليه، وتروح لتريب في المكان اللي هو مستنيها فيه وتحط ايديها على كتفه وتفضل تعيط. فتريب ياخدها معاه ويمشوا بعيد. اما بالنسبه لدريك فيقف في مكانه زي ابو الهول مش عارف يعمل ايه عشان يرجعها ليه، ويكون عارف ومتاكد انه حيوان ويستاهل كل اللي يجراله. ومن هنا يعدي اسبوع على انفصالهم، ويبان ان تريب بقى ملازم أليس خلال الفتره دي، وأليس كل ما تفتكر دريك تصبر نفسها بان كده احسن ليها، وده لان من بعد انفصالهم بقت تحس بالسلام النفسي اكتر. واثناء ما هي قاعده كده مع تريب تلاقي شيرا داخله عليهم وتقعد جنب تريب وتقول له ازيك يا تريب عامل ايه؟ يخصى عليك بجد انا زعلانه منك، ما تعرفش ان انا كنت تعبانه وفي المستشفى، ما جتش تطمن عليا ليه؟ وتقوم باصه لأليس وتقول لها ايه ده انتي هنا ما شفتكيش خالص كأنك هوا، وبعدين بقى سمعت ان انتي ودريك انفصلتوا يا حرام. فأليس تحاول ما تتعصبش وتقرر ما تديهاش وش. فتريب لما يلاقي الجو مشحون قوي بينهم يقول لشيرا هو ينفع تقومي تغوري من هنا؟ ده حتى انتي لسه يعني خارجه من المستشفى، روحي ريحي وبطلي الحربقه بتاعتك دي. بعد المدرسه مرات ابو أليس وابوها البيولوجي يتصلوا عليها ويعرفوها انهم هيجوا ياخدوها عشان يوروها مفاجاه. فأليس تتحمس جدا، ولما تروح معاهم تلاقيهم اخدينها عند نفس العماره اللي عايش فيها دريك. فأليس تفتكر ان قبل يوم عيد ميلادها مرات ابوها سالتها نفسها في ايه عشان يجيبوه هديه، فوقتها أليس طلبت منها تقنع ابوها يشتري لها بيت لوحدها في عماره دريك عشان تكون قريبه منه. وأليس لما تلاقي نفسها موجوده هنا معاهم تفهم انهم حققوا طلبها واشتروا لها الشقه، فتفضل من جواها تقول يعني يوم ما اقرب قوي كده من دريك اقرب منه وانا لسه منفصل عنه. تفضل تدعي انها ما تكونش معاه في نفس الدور، لكنها تتصدم لما تلاقي اهلها جايبين لها الشقه في نفس الدور وكمان جنبه على طول، وتلاقيهم مجهزين لها الشقه بكل حاجه وتكون واقفه على لبسها وبس، ويعرفوها ان بما انها جابت ال 18 فلو عايزه تتنقل من دلوقتي فهم موافقين. فأليس ترجع لبيت مامتها وتلم كل حاجاتها وتودعهم وتمشي. تاني يوم أليس تصحى من بدري جدا عشان لما تخرج من البيت ما تخليش دريك يشوفها، ولكن اول ما تفتح الباب تلاقي دريك في وشها بيقول لها صباح الخير يا أليسوس، فطرتي ولا اقولك تيجي نفطر سوا؟ ويطلع بقى انه شافها اول مره وهي جايه مع اهلها، ولما تصنت عليهم عرف ان دي هتبقى شقه أليس، وأليس تبقى واقفه قدامه متضايقه انه عرف بدري كده بانها عايشه هنا، وتقول له شكرا فطرت من زمان وبعد عن وشي بقى. فقدرت تفتكر ان احنا منفصلين من اسبوع لو فقدت الذاكره او حاجه. وفجاه يلاقوا تريب داخل عليهم ويتجاهل دريك تماما ويقول لها انا عارف انك ما فطرتيش، تعالي ندخل ناكل بعض جوه، ها ايه الباسورد بتاع شقتك بقى؟ فهي تقف محروجه وما تكونش عايزه تقول الباسورد قدام دريك. فتريب يقول لها خلاص يا بنتي مش هاجي اسرقك يعني. فلما تشده وتقول له الباسورد في ودنه يقول لها بصوت عالي وايه العيب يعني في 31/11. فدريك يفرح ويحس ان أليس لسه بتحبه. ولما تريب يدخل الشقه أليس لسه هتدخل وراه دريك يشدها ويبوسها من راسها ويقول لها انه مضطر الوقت ينزل ولكن هيقابلها بالليل يتعشوا سوا. فلما أليس تلاقيه حنين قوي كده قلبها يتهز، فتفضل تلعن نفسها ان قلبها ضعيف ناحيته قوي كده. واول ما يقول لها وحشتيني تقول له والله انت اللي وحشتني جدا، فيفرح ويمشي. وفي اخر اليوم لما تخلص محاضراتها تروح على بيت اهلها عشان تودع اخوها اللي هيرجع يسافر تاني على امريكا عشان دراسته، وهي تفضل مع اهلها وقت طويل وتنسى نفسها. فلما ترجع شقتها تلاقي دريك واقف مستنيها ويقول لها انا واقف بالشكل ده من 6-7 ساعات، انت مفكره انك كده بتربيني يعني؟ ويزعل منها جامد ويرجع لشقته. فتزعل انها نسيت موضوع العشاء اللي بينهم. بعدين ترجع تقول لنفسها طب وايه يعني لما يقف يستنى؟ طب ما انا استنيته كتير والله ما اروح وراه ولا صالحه يكشي يتفلق. لكن بعد شويه تلاقيه بيخبط على باب بيتها ويقول لها بقول لك ايه انا مش هسيبك تكرهيني، انا لازم احاول اخليكي تصالحيني. ويشدها ياخدها معاه لحد عربيته. فتساله احنا رايحين فين بحمالاتنا دي؟ فيقول لها مش احنا متفقين نتعشى سوا؟ يلا. فتقول له ايه الغباء ده مفيش مطاعم فاتحه الوقت. فيشدها تاني ويروحوا يشتروا حاجات يطبخوها سوا. ولما يرجعوا على شقه أليس تتزحلق من ميه قدام الباب. فلما دريك يحاول يلحقها يقع فوقها. فالقعده تعجبه قوي ويقول لها ينفع ابوسك؟ فهي تقول له نعم يا اخويا احنا منفصلين. فيقول لها ما انا عارف بس ينفع يعني؟ فتفضل بصله وهي مخضوضه ومش عارفه تقول ايه. فهو عشان ما يضغطش عليها يقوم بايسها على رقبتها بسرعه ويقوم ويقومها. ولما يدخل
ويدخلوا يعملوا العشاء، دريك يحاول معاها كذا مرة عشان يخليها تسامحه ويرجعوا لبعض، ويقول لها انت لسه بتحبيني صح ولا مشاعرك راحت لحد تاني؟ فهي تفهم هو بيرمي على ايه، فتعرفوا ان هي وتريب مجرد اصحابه بس، وتقوله كمان ان مشاعرها بطلت تبقى زي الاول وانها مجروحة جدا منه، وتطلب منه ما يفتحش معاها الموضوع ده تاني. فدريك يمشي من عندها وهو زعلان بسبب رفضها ليه كل شوية. تاني يوم بعد المدرسة تريب ياخد أليس ويروحوا يقعدوا في كافيه، فيلاقوا شيرا ودريك داخلين عليهم، وشيرا تصمم انهم يقعدوا كلهم سوا، وتقول لها بقول لك ايه يا أليس، ما تزعليش ان دريكي معرفش يحضر عيد ميلادك لانه كان لازم يبقى معايا. فأليس تزعل ان شكلها طلع صح، فتمسك نفسها وتقول لها عادي، وعلى العموم هو الاكس بتاعي دلوقتي فاشبهي بيه. فشيرا تقول لها اذا بما انه مش فارق معاكي دلوقتي، ايه رايك نبقى انا وانتي اصحاب، لان انا زي ما انتي عارفه محدش بيطيقني خالص في الجامعه، وماليش ولا صاحبه واحده بنت، وده لان كلهم بيغيروا مني عشان قريبه من دريك. فأليس تاخدها على قد عقلها وتقول لها ماشي. وزي ما أليس تحس ان شيرا فيها جزء شرير، الا انها في نفس الوقت تحس انها غلبانه وفيها جانب طيب مخفي. وشيرا تقطع سرحان أليس وتعزمها هي وتريب على حفله باربيكيو في بيت اهلها، وتعرفها انها رجعت اتنقلت تاني هناك وسابت شقتها اللي في عماره دريك. وأليس في البدايه ترفض، لكن لما تعرف ان دريك هيروح وهيبقى لوحده معاها تغير رايها وتوافق. وبالليل تروح هي وتريب على بيت شيرا، فاول ما يوصلوا يغيروا هدومهم، وتريب يفضل يهزر معاها قدام عين دريك ويشيلها يرميها في الميه ويفضل يلعب معاها، فدريك يكون هيموت من الغيره. واول ما تريب وشيرا يسيبوهم لما يضطروا كل واحد فيهم يعمل حاجه، دريك يروح يشد أليس من ايديها وياخدها لمكان بعيد لوحدهم. فأليس تقول له بعد عني، هو في ايه؟ فيزقها في الحيطه ويقول لها ما تجيبي بوسه، ولسه يبوسها يسمع صوت شيرا بتنادي عليه، فيرجع ياخد أليس ويروح بيها على مكان ابعد. ولما يقعدوا سوا يعطيها موبايله اللي عليه صورتها خلفيه، وكمان يفتحوا لها بباسورد 3111، ويقول لها بصي يا اللي ما بتحسي، اخوكي بعت لي رسائل قد ايه هزقني فيها عشان مفكرني الشرير اللي اذى مشاعرك، اتصرفي معاه بدل ما اعمل له بلوك. فهي تعطيه موبايله وتقول له انا هكلمه. ولما تقوم يرجع دريك يقفشها من رجليها يحضنها ويفضل يعيط يطلب منها ما تسيبوش تاني. فهي تعيط وتقول له ماسك رجلي ليه، سيبني هتوقعني يا ابن ادم. فهو يقول لها أليس انا بحبك عشان خاطري، ما تبعديش، ما تسيبينيش، ما تجرحينيش. فأليس اخر ما تزهق منه ترجع تقعد جنبه، فدريك يحضنها ويترجاها انها توقف انفصالهم ده بقى ويرجعوا لبعض. فتقول له مش انت وشيرا بقيتوا سوا دلوقتي، عايز مني ايه تاني؟ فيقرب لها ويقول لها شيرة ايه وبتاعت ايه، انا بحبك انتي ومش قادره اعيش من غيرك. فهي تقول له لا انا مش هقدر ارجع لك واتوجع تاني. ولما ترجع لتريب تطلب منهم يمشوا، فتريب يعرفها انه شافها وهي رايحه مع دريك ويتعصب جدا، ويقول لها انه مهما عمل عشان يقربها منه مش نافع، ويعرفها انه من بعد النهارده مش هيقرب منها تاني لانه تعب من انه يتساب لوحده، ويعتذر لها على تعصيبه عليها ويتمنى لها انها تختار الاحسن لحياتها. بعد اسبوع مامة أليس لما تلاقي مستوى بنتها على نفس الحال وما اتغيرش من ايام ثانوي، تجهز لها كل اوراق سفرها لامريكا. وأليس عشان تحافظ على وعدها لمامتها ما تعترضش. تاني يوم تصحى تلاقي دريك في شقتها ويكون محضر لها فطار كمان، ويشدها يقعدها جنبه ويقول لها انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان تسامحيني، ويحكي لها ان هو وشيرا اصحاب من وهم صغيرين، وفي حاجات بتمنعه انه يبعد عنها نهائيا، ويطلب منها تخلص اكلها بسرعه عشان هياخدها يعرفها على حد مهم ليه. فلما تلبس وتروح معاه تلاقيه اخدها على المقابر، ويكون اخدها لمامته ويكلم مامته قدامها ويقول لها شفتي بقى اهي دي اللي بحكيلك عنها، اي نعم انا طول عمري بحب البنات الحلوه بس حبيتها بقى وخلاص. فتقول له نعم يا الدلعه دي تقصد اني وحشه؟ فهو يضحك ويقول لها استني بس بهزر مع امي، وعلى فكره بقى تقدري انت كمان تقولي لها يا ماما. فهي تقول له ليه احنا اتجوزنا وهي بقت حماتي عشان اقول لها كده؟ فهو يقول لها انت لو هتستني للجواز عشان تقولي لها يا ماما يبقى هتستني لحد ما يبقى عندك يعني 28 سنه. فهي تقول له ايه يعني انت عايزني استناك 10 سنين كمان؟ ليه هخلل جنبك. فيعرفها ان اهلها هما اللي اتفقوا معاها على كده، ولكن بقى لو عايزاه يتشقى معاها شقاوة المتجوزين فتستنى تتم ال21 وهو عينه ليها. ويعرفها ان ده برضه من ضمن اتفاقه مع اهلها. فتقول له تصدق بالله ولا انت ولا اهل متربيين، وبعدين ايه اللي انت بتقوله ده، ما تحترم الميتين اللي حوالينا. فدريك يضحك عليها ويقوم مطلع علبه من جيبه، فتقول له معقول هتتقدم لي هنا؟ فدريك يقول لها يخرب بيت الغباء، مش لسه قايل انها هتقدم لك وانت عندك 28 سنه؟ دي سلسله يعني المفروض اقدمها لك في عيد ميلادك لولا اني ما حضرتش. فأليس تطلب منه يعرفها ايه حصل يومها عشان يسيبها في وقت مهم كده
كده بالنسبه لها. فدريك يقول لها مع ان دي قصه ما تخصنيش عشان ارغي فيها، ولكن هحكي لك. ويعرفها ان شيرا عندها ميول انتحاريه، وانا لما كنت جايلك كانت هتنتحر، والمربيه بتاعتها اتصلت بيا وعرفتني، عشان كده جريت على هناك. ويعرفها انها قبل كده كمان حاولت تأذي نفسها اكتر من مره، عشان كده هو مش بيرضى يزعلها. ويقول لها ان الدكاتره صنفوا اللي عندها ده بانه اكتئاب شديد، وهو مش عارف الاكتئاب ده سببه ايه صراحه، وده لانها بتمتلك عيله غنيه وبتحبها وعندها كل حاجه بتحلم بيها اي بنت. فأليس تفتكر ان شيرا بتلبس اساور كتير جدا في ايديها، وتسأل دريك اذا كانت بتلبسهم عشان تداري جروح ايديها، فيقول لها اه. وعلى فكره بقى المره اللي شفتيها عندي في البيت كانت بتحاول وقتها برضه تأذي نفسها، وانا جبتها عندي البيت عشان اهتم بيها مش عشان اي حاجه تانية، ما انا عارف دماغك القذره. واكيد راحت لبعيد. ويعرفها انه ما كانش قادر يحكي لها الفتره اللي فاتت احتراما لخصوصيه شيرا، ولكنه اضطر الوقت يحكي لها عشان مش هيقدر يخسرها. وهنا أليس بعد ما تعرف وتفهم كل حاجه دريك يلبسها السلسله وتوافق ترجع له. تاني يوم أليس لما تروح الجامعه تروح تقعد جنب تريب وتحاول تصالحه، فهو لما يفك ويتكلم معاها يعرفها انه هيسافر على امريكا عشان قرر يدرس بره التصوير. فأليس تزعل وتعيط وتكون حاسه بالذنب ومفكراه يسافر بسببها، وتحضنه وتفضل تعتذر له. فتريب يأكد لها انه مش زعلان منها. ويبان بقى ان دريك قبل ما يصالح أليس كان عنده وترجاه يسيبها له لانه بيحبها مش عايز اي حاجه من الدنيا غيرها. فتريب وقتها اتعصب عليه وقال له انه دايما هو اللي بياخد كل حاجه، وانه المميز دايما عند العيله وهو المهمش. فدريك يطلب منه يبطل يعيش دور الضحيه لانه مش ضحيه، ويعرفه انه كان دايما بيتجنب التجمعات العائليه، وغير مدرسته لمدرسه تانية عشان ما كانش عايز يوصل انه يحس الاحساس ده. ويعرفه انه اتنازل زمان عن حاجات كتير وما كانش بيتكلم، ويطلب منه يتنازل المره دي بس ويسيب له أليس. فتريب يتأثر بكلمتين ودول ويحس فعلا ان دريك بيحبها من كل قلبه، فعشان كده قرر السفر وانه يجري ورا حلمه. وهنا دريك بعد ما يخلص من تريب العائق الصغير اللي واقف قدام حبه هو وأليس يقرر يخلص من العائق الكبير واللي هي شيرا. فيروح لها ويقول لها لأول مرة بشكل صريح انا بحب أليس وبس. ويعرفها انه فضل معاها طول الفترة دي مش عشان عنده مشاعر ليها، ولكنه فضل معاها عشان قلقوا عليها. فشيرا تقول له انت اتغيرت قوي يا دريك لدرجة انك بطلت تديني وعود كدابة زي زمان عشان تخرجني من اللي انا فيه. وتقرر هي كمان تسافر على امريكا عشان تسيبه يعيش حياته من غير ما تكتم على نفسه كل شوية. فدريك يودعها ويشوف ان بكده خلاله الجو مع أليس، فيرجع يروح على شقتها. فيتصدم لما يلاقيها لما كل هدومها، وكمان يشوف تذاكر سفرها على امريكا. فهو هنا يقف في مكانه ويقول هي امريكا عامله السفر ببلاش ولا ايه؟ ويكون مفكر ان أليس سابته وسافرت، ولكنها تتصل عليه وتقول له انا على السطح اطلع لي. فيطلع لها وهو فرحان يقول لها بقينا انا وانت يا جميل لوحدنا نحب بعض براحتنا، انا سفرت لك تريب وشير على امريكا والفلبين خلت لنا. فأليس تقول له دريك الفلبين هتفضل عليكي يا قلبي، انا كمان هسافر عشان ادرس هناك، هتقدر تستنى لما ارجع؟ فدريكو يقول لها يا نصيبتي وانا مكتوب عليا حب عن بعد. فأليس تقول له ايه ده يعني مش هتقدر؟ فدريك يقول لها لا هقدر وامري لله. فهي تقول له اه طبعا ما احنا لسه قدامنا يعني 10 سنين. فهو يقول لها وحياتك بعد الايام اصل مش هلاقي حد رغاي اكتر منك يصدعني ويملى عليا حياتي الممله دي. فهي تقول له لولا امي والله ما كنت سافرت، وعشان نشبك بعض البس الخاتم ده كسبته في كيس شيبسي، بس اهو برضه حمايه ليك عشان ما فيش واحده تلف عليك وتاخدك مني. فهو يقول لها بقول لك ايه، بما انك مسافره كمان يومين تعالي ما نضيعش وقت وافضل ابوسك كده لحد ما تسافري، اهو نعوض الكام سنه اللي هتسافري فيهم وبس كده. اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام.